غريبة جدا أحداث الدنيا، تخرج خروجة ما كانش ليك مزاج ليها فتروح تقابل فيها واحد يغير حياتك 180 درجة، أو تدوخ في الطريق بالغلط فتلاقي نفسك عرفت مكان جديد وبقيت تروحه بعد كده على طول. وطول ما انت ماشي في سكتك علاقتك بتقوى بناس وبتضعف بناس، وناس بتبقى انت بتحبهم وهم في بالك دايما بس انت مش بتتكلم معاهم كتير، واللي انت باقي عليه تلاقيه هو مش باقي عليك، او اللي هو باقي وانت مطنشه مش باقي عليه. وتلاقي كتاب واحد كده مره جابهولك وانت ما كنتش متحمس ليه بقى هو اهم كتاب في حياتك انت بتقراه. وكل حاجه في دول بتسيب جواك اثر صغير او اثر كبير. حاجات كتير جدا بتحصل لك بتبقى انت فاكرها شر ويتضح لك بعد ايام او شهور او حتى سنين ان هي كانت خير كبير جدا ليك. وتبقى مش متصور لو ما كانتش حصلت كنت هتعيش حياتك ازاي، وتلاقي امام مسجد بيقرا الايه اللي بتخبطك بالظبط وبتجيلك على الوجع وتسندك او تصلحك، وتلاقي صاحبك كده كتب حاله كده قدرا عشوائي وهو ما يعرفش ان انت متضايق والحاله دي بتواسيك، يموت عزيز عليك فتبقى انت اقوى بيها، وتشوف منظر يضحكك في وسط الزحمه فيخفف عليك. تحصل لك حاجات كتير جدا تفتكر ان هي صدفه، بس انت لو ركزت شويه واتدبرت هتعرف يعني ايه كل يوم هو في شأن. فسبحان مدبر الأحوال.